شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ ايه الجمال ده؟ هنعمل احلى كفتة حاتي وتحدي، وفي البيت ومن غير شواية كمان. يلا بينا نشوف الطريقة وندخل على الفيديو بتاعنا، بس ما تنسوش تحطوا لايك وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. يلا بينا، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنجيب لحمة مفرومة، وطبعا الكمية اللي انت عايزاها، يعني ربع كيلو او نص كيلو، ولو عايزة تزودي انت حرة. انا جايبة حتة من اللحمة المفرومة، هي حتى كانت لسه متلجة شوية اهي، فرمت عليها حتة من الدوش او من الدهنة. ودي كمية البصل بتاعتي، هي كانت حتة لحمة صغيرة عندي وحبيت اعمل بيها غدوة حلوة. تمام، فقمت فرمة كمية بصل قد اللحمة مرة ونص او مرتين كمان. وما تقوليش هيبقى كتير او هغير طعمهم، لا بالعكس خالص. على فكرة بره بيعملوها يعني اكترها بصل وبهارات، يعني مبقاش فيها لحمة غير حاجة بسيطة خالص. احنا هنا كمان مزودين اللحمة بتاعتنا، وتفضلي تعجني فيها لحد لما يبقى لها عرق. يعني ايه يبقى لها عرق؟ تطلع زي خطوط كده منها، او زي شعر منها من اللحمة نفسها. الخليط ده كله هيندمج مع بعض. ما عندكيش كبة، ادعميلي كده بايدك عادي، مفيش اي مشكلة. اما لو عندك كبة يبقى احسن بصراحة، لان هتنجز معاكي في الوقت وهتخليها احلى من الايد كمان. تمام، هفضل اعجن فيها كده لحد لما كله يندمج في بعضه. انا هنا كنت بشرب البصل، بس انت لو فرمتيه برضو في الكبة هيبقى افضل، بس الكبة ما كانتش متوفرة حاليا يعني. هدمجها كويس جدا وهدعك فيها جامد. والكفتة علشان تمسك معاكي هقولك على السر اللي هتحطه لها دلوقتي. بس قبل ما نكمل عجن في الكفته بتاعتنا، هنحط لها البهارات بتاعتنا. هنحط ايه؟ هنحط بهارات كفته، هنحط فلفل، هنحط كمون، هنحط بابريكا، هنحط شويه من بهارات اللحمه والملح بتاعك. بس كده؟ ايوه بس كده، مش هتحطي اي حاجه تانية خالص. طبعا جوزة الطيب بتبقى في بهارات اللحمه فما بنحطهاش، لان بيبقى موجود اصلا فيها. بعد ما احط البهارات دي بتاعتي كلها، انا بحط كده بالنظر لان انا عارفه الكميات اللي انا بشتغل بيها، احط قد ايه بهارات او ايه المعيار بتاعي. وده الملح اخر حاجه خالص. بعد كده ما ظبطت بهاراتي كلها، هبدا ان انا بقى اعجنها، واعجنيها عجن يكون كويس. وزي ما قلتلك، لو انتي عندك كبه يبقى افضل بكتير جدا. لو عملتيها في الكبه مش هتاخد معاكي دقيقتين على بعض. اما لو مش متوفر عندك كبه وهتعجنيها بايدك زي كده دلوقتي، يبقى خلاص زودي في العجن شويه. يعني هتاخدي تقريبا 5 دقايق وممكن اكتر شويه كمان. اعجني حلوه قوي 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 عشان تطلع كفته معاكي ماسكه نفسها، ما تبقاش مفروله، ما تبقاش مكسره، ما تبقاش حته وحته، لا تبقى كلها صابع واحد كده، يبقى حتى شكلها حلو. ده ايه بقى المكون السحري ده نشا. هتقولي لي نشا؟ هقولك ايوه نشا. تحطي فيها نشا او بقسماط. تمام. النشا بقى المكون ده هيعمل ايه؟ هيشرب الميه بتاعه البصل، هيخلي الكفته معايا متماسكه وحلوه جدا. هيخلي الكفته معايا متماسكه وحلوه جدا، زي بتاعه بره الصبع بصبعه كده. حاجه كده حلوه قوي قوي قوي. هتقولي طب النشا من الحاجات اللي بتكلكع او لازم بيتحط في شويه ميه؟ هقولك الكلام ده لو انت بتعملي اي حاجه تانية. اما في اللحمه زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، والله ما بانتش خالص، لان البصل فيه ميه، فهو اخد شربة الميه او شرب الميه بتاعه البصل. دي بقى شكلها بعد ما اتعجنت خالص، زي ما انتم شايفين قعدت اعجن فيها. طبعا شكلها اتغير تماما لان انا قعدت اعجن فيها جامد عشان يبقى قوامها زي ما بتجيبيها من بره. لو خدتوا بالكم هتلاقي، لو رحتي عند بتاع حياتي وشفتيه هو لسه بيعمل بيصبع على الشوايه، هتلاقيها نفس اللون بالظبط، عشان تعرفي ان هي الخطوات مظبوطه. عندك شوايه بقى حطي على سياخ واشوي، بس طبعا انا ما عنديش شوايه، فايه البديل بتاعي؟ هشويها برضو. بس هشويها ازاي؟ هجيب صينيه زي ما انتم شايفين كده، واحط فيها دهنه بسيطه جدا جدا من الزيت، دهنه بسيطه خالص، قد تكون مش موجود زيت اصلا. وبعجن بقى باقي الزيت في ايديا عشان الكفته ما تلزقش في ايدي. في ناس بتعصر ميه البصل تستخدمها كده، بس انا بحب اسيب ميه البصل في الكفته لان تديها طعم اكتر. وما تخافيش مش هتفرول معاكي ولا حاجه. هاتي بقى اي عصايه عندك، سواء كانت خشب، زي ديت، بلاستيك، ايا كان بقى، وصباي عليها. الله على الجمال، الله بجد على الجمال. هي دي كانت تخينه شويه، بس دي اللي لقيتها جنبي وقتها. هاتيها بس ارفع شويه صغيرين.
بتبقى حلوه، بتبقى هشه ومفتوحه من جوه زي بتاعه الحاتي بالظبط. هعمل لك دي وهعمل لك العاديه عشان تبقي انتي شفت الطريقتين واللي عاجبك تعمليه. نسي بعض اللي فيها كده وبتك عليها، بس ما تتكيش عليها برضو جامد قوي، وبشيلها بالراحه. شايفين بتبقى مفرغه من جوه ازاي؟ والله تحفه تحفه، كانت اكتر من روعه حرفيا. كانت جميله، اللي دقها ما صدقش ان دي معموله في البيت تماما. هبدأ بقى اكمل. انا هعمل لك بس كام صابع من دي، وهعمل لك باقي الصوابع من الصينيه التانية عادي. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان اللهم بارك اللهم بارك، ده كان ربع كيلو لحمه مفرومه. الكميه دي يعني ما شاء الله ما شاء الله، كانت معموله على اساس غدوه واحده. بالبصل والبهارات والحاجه اللي حطيناها، عملت بدل الغدوه اتنين. يعني عملت جزء معاكم في الصينيه، والجزء التاني فاض وحطيته في كيس وحطيته في الفريزر، وان شاء الله هطلعه يوم تاني نتغدى بيه. كانت والله اكتر من روعة. قلت لكم الايد تخينه لان هي مكعوره كده من تحت مش مدوره، فبعد كده يعني هاتي حاجه تبقى رفيعه اكتر. بس ده اللي كان موجود قدام عينيا دلوقتي بصراحه، عشان كنت عايزه اخلص بسرعه ومتاخره على ميعاد الغدا. ودي من الحاجات السهله اللي ما بتاخدش وقت خالص بمعنى الكلمه، وغير كده طعمها جميل وحبيبة الكل. مين فينا ما بيحبش الكفتة؟ كلنا بنحبها، حتى لو مش هيتاكل جنبها رز، هيتاكل جنبها كيس. هنجيب كيس عيش وكيس طحينة وكيس شيبسي وخلاص كده قضيت، حلوة قوي. اما طبعا انت عايز تعملي رز اعملي رز، كل واحد على حسب هو بيحبها ازاي، بيحب ياكلها كده في عيش او سندوتشات يعني، او بيحب يتعمل جنبها شوية رز وسلطة، على حسب. هصبعها بالشكل ده كده خلاص. اكتبوا لي بقى ايه رأيكم، واكتبوا لي لو انتوا بتعملوها بطريقة تانية، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. دي بقى الطريقة التانية بتاعتي اهو، بصبعه عادي جدا وبلفه، بس ده بيبقى مش مفرغ يا جماعة، عشان بيبقى فيه كده وفيه كده، فحبيت اوريكم زي بتاعت بره بالظبط اهوت. وبرصهم في الصينية بتاعتي عادي جدا، وبتطلع زي بتاعت بره واحلى كمان، زي ما انتوا شفتوا صورتها في اول فيديو. لو ان الصورة كمان كانت ظلماها، كانت حلوة قوي فعلا، وطعمها بجد كان يجنن، وريحتها كانت جايبة اخر الشارع من حلاوتها ومن جمالها. بوسع عشان املي الصينية على قد ما هقدر، وما شاء الله اللهم بارك فاض برضو بزيادة. هكمل اهو لحد لما املى الصينية بتاعتي كلها. وبعد ما املي صينيتي هتلاقوا في حتت صغيرة من البصل ظاهرة، عشان انا طبعا مفرمتوش في الكبة. لو هتفرميها في الكبة يبقى افضل طبعا بكتير، بس انا مكانش متوفر عندي. كده خلاص فاضلها صباعين تلاتة وابقى انا كده خلصت الصينية بتاعتي. اوعى تكوني لسه ما حطيتيش اللايك، حطي لايك للفيديو وقولي لي ايه رأيك فيها. شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك، الجزء اللي في الطبق ده كله تقريبا نص، يعني الاتنين اتقسموا بالنص، وهي كانت سبحان الله كده لوحدها، يعني انا ما قصدتش اقسمها ولا حاجه. انا بعمل لقيت فاض نص الطبق بحاله وعملت نصه فكده خلاص. وكان ما شاء الله الاكله اللهم بارك كانت بزياده يعني وفاضت، فقلت خلاص دي تتعان، وفعلا عينتها في كيس تاني وحطيتها في الفريزر. وان شاء الله هطلعها يوم تاني هنعملها وبألف هنا وشفا على قلب اللي اكل منها. اقتصادية غدوة حلوة، وفي نفس الوقت يعني هي حاجة سهلة وسريعة، وده احسن ما فيها. يعني لو انت ست بيت وبتشتغلي، ده بقى حبيت افنن عملت زي قرص البرجر، عشان لما اجي ارص في الطبق اعملهم زي برضه، احط الدايرة بتاعت البرجر او قرص البرجر وارص حواليه الكفتة. كده خلصت الصينية بتاعتي، هدخلها بقى الشواية، مش الفرن، الشواية. هدخلها الشواية، واول ما تاخد طبقة من فوق هلفها من الناحية التانية، وكده تكون التسوية بتاعتي جاهزة. طب انا عايزاها زي بتاعة الحاتي، اعمل ايه؟ هجيب حتة فحمة واعملها على عين البوتاجاز من فوق، واول لما تخلص خالص هحطها في الصينية بتاعتي، وهنزل عليها بنقطتين تلاتة من الزيت، وهغطي الصينية بتاعتي تماما. شمي بقى روايح فعلا الحاتي على حق، يبقى طعم وريحة الحاتي وتحدي بجد روعة وحلوة قوي. جربوها وجربوا حتة الفحم دي، كانت حلوة جدا جدا جدا.
وبعد ما خلاص خلصت خالص ده كان شكلها النهائي، ويا رب يكون عجبكم. متنسوش تقولي بقى رايكم في الكومنتات، وتحطوا لي لايك حلو منكم، وتقولوا لي ان انتوا ان شاء الله هتجربوا الطريقه بتاعتي، ولو انتوا بتعملوها باي طريقه تانية اكتبوا لي برضو في الكومنتات وانا هعملها معاكم. بحبكم جدا في الله. حطوا لايك وانزلي صلي على النبي تحت في الكومنتات. اللهم صلي وسلم.